بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. بصوا انا بصور الفيديو ده، يعني انا مش من النوع اللي بحب ان انا كل حاجة بشتريها ان انا لازم اصورها، ولكن انا هقول لكم انا ليه صورت الفيديو ده. في البداية هنا بس حبيت اوريكم ان يعني انا من اول متطلباتي في الشراء بطاطس وطماطم، يعني دايما بدور على الحاجات الاساسية بالنسبة للبيت. طبعا انا ما بنزلش غير هي مرة واحدة فقط لا غير في الاسبوع للسوق خضار وفاكهة. يعني في ناس كتير جدا أعرفهم بشكل شخصي بينزلوا السوق ده ممكن كل يومين تلاتة. كل ما هتنزلي السوق كل يومين تلاتة هتصرفي، مهما تصرفي هتلاقي نفسك بتصرفي وفي الفاضي. يعني أنا الحمد لله بفضل الله، يعني أنا كتير جدا بيستغرب إن أنا إزاي ما بصرفش. يعني الحمد لله مكفية بيتي بالنسبة لكل شيء، وفي نفس الوقت ما بصرفش كتير. ليه؟ لأن أنا بالنسبة مثلًا خضار وفاكهة هي مرّة واحدة فقط في الأسبوع، بانزل هي مرّة واحدة في الأسبوع أشتري كل متطلباتي اللي أنا باحتاجها خلال الأسبوع كلّه وتبقى عندي. حتى بالنسبة للحاجات الأساسية التانية بتاعة البيت، عايزة أقول لكم هي مرّة واحدة بس في الشهر، بانزل أول الشهر أجيب كل شيء. طبعًا وأنا طبعًا باشتري، أول حاجة بادوّر عليها هي الخضروات الثابتة الأساسية عندي في البيت. بطاطس، طماطم، خيار، فلفل، بتنجان، كوسة، بسلة. يعني أدوّر على كل أنواع الخضار اللي أنا محتاجاها وباجيبها في الأول، بعد كده بابدأ إن أنا أدوّر على الفواكه. يعني عايزة أقول لكم إن أنا هو مبلغ معيّن أنا بانزل أصرفه مرّة واحدة خلال الأسبوع وخلاص، هو ده اللي أنا باصرفه. هُم بالضبط، يعني عشان أكون صريحة هُم 700 جنيه. بانزل أصرف 700 جنيه وما شاء الله، يعني كل الحاجة اللي أنا جايباها دي ب700 جنيه فقط لا غير. هم دول اللي أنا باصرفهم وخلاص شكرًا، ما باصرفش أي خضار أو فاكهة تاني كده. يعني لو قعدتوا تجمّعوا على كمية الفاكهة اللي أنا جايباها الحمد لله بتكفّينا، بجانب طبعًا كلنا عارفين إن إحنا ما بنبطّلش عمايل بقى إيه، اسمه إيه ده، كيكات بقى وحاجات حلويات للعيال في البيت، حاجة جنب حاجة والحمد لله، يعني العيال مش يعني كل متطلباتهم مُجابة. هنا آخر حاجة الفراولة. يعني عايزة أقول لكم إن الفراولة دي أنا بانقّيها بالحبّاية، يعني أنا مش باجيب غير من عند واحد فقط لا غير. بانقّي، يعني بيسمح لي إن أنا أنقّي الفراولة بالحبّاية، باجيبها أقلّبها كده في الحافظة على طول وأقفل، لإن أنا اللي منقّياها، يعني حافظاهم واحدة، واحدة. الفراولة بتقعد عندي والله من الأسبوع للأسبوع، بس أهم حاجة إن هي تبقى في حافظة مُغلقة زي ما أنتم شايفين كده. بقية الفراولة باجيبها كده باغسلها للعيال، لإن العيال بيحبّوا الفراولة، يعني أول حاجة بياكلوها. ده هنا سمك بوري، ما أنا باجيبه دايمًا كل أسبوع كده كيلو وربع للغدا وبس.